معجزات القمص فلتأوس السرياني الأستاذ من شبين الكوم يحكي ويقول: كنت أمر ببعض المتاعب والمشاكل في المنزل وفي العمل، حيث أنني أمتلك معملا لعمل تركيبات الأسنان، وبصلوات أبينا القمص فلتأوس السرياني كل الأمور صارت على ما يرام. ومن فرحتي ومحبتي لقدسه عرضت عليه أن أعمل له طقم أسنان هدية، فاعتذر لسبب تكلفته، ولكنني ألحيت عليه جدا وأخيرا وافق. ثم حضرت مرة أخرى لأبينا وكان معي ابني، وعندما كنا نقوم بعمل التركيبة الخاصة بطقم الأسنان كنت أستخدم أثناء ذلك سبرتاية خاصة بأبينا لعمل اللازم. وأثناء ذلك حضر له أحد الأحباء ومعه كيس بن، فطلبت من قدسه أن أشرب فنجان قهوة، فقال لابني: قومي يا أخويا اعمل قهوة لأبوك. فأحضر ابني سبرتاية أخرى كانت معنا في السيارة، وفرش ورق جرايد على الأرض وابتدأ يعمل القهوة، وفجأة انفجرت السبرتاية وانتشر السبرتو، والقلاية كلها كانت عبارة عن كتلة من النار، وفزعنا جميعا من شدة النار ولم نقدر على إطفائها. فاحتضنت ابني من خوفي عليه من النار، وإذ بأبينا فلتأوس يقول لنا: ما تخافوش، احنا مش لوحدينا يا أخويا، انت وهو. وكرر هذه العبارة أكثر من مرة، وفجأة ظهر البابا كيرلس السادس بجوار أبينا القمص فلتأوس وهو ماسك الصليب بيده ومبتسما، وقال لنا: ما تخافوش ما تخافوش. وإذ بالنار تنطفئ ولم يوجد لها آثار على الإطلاق، واختفى معها أيضا كل شيء قد تأثر من النار مثل السبرتاية والورق المحروق. وقد شممنا رائحة بخور عجيبة جدا ملأت كل القلاية. وبعد ذلك اختفى البابا كيرلس السادس، وإذ بأبينا القمص فلتأوس يقول لنا: شفت يا أخويا مين اللي كان معانا وطفى النار؟ ده أبويا وحبيبي قداسة البابا كيرلس السادس يا أخويا.